مساء الخير. أهلا وسهلا بكل طلابنا وطالباتنا في كل مكان. النهارده هنحل مجموعة من الأسئلة خاصة بالفصل الأولاني الحملة الفرنسية، وهنعرف إزاي دلوقتي يتحل السؤال، وهنحلل كل نقطة موجودة معانا عشان نعرف الطالب إزاي إن هو يحل السؤال. يلا بينا نبدأ سيادتكم دلوقتي. أول بداية معانا في السؤال بيقول: كان العامل الرئيسي لعدم قدرة الحملة الفرنسية رغم إمكانياتها المتطورة على إخضاع مقاومة مصر العليا. هنا بيقول لك ايه العامل الرئيسي لعدم قدرة الحملة الفرنسية رغم إمكانياتها المتطورة على إخضاع مقاومة مصر العليا؟ إيه السبب؟ هل السبب في دعم الدولة العثمانية للمقاومة؟ هل إدراك المصريين طبوغرافية بلادهم؟ ولا تجدد ثورات أهالي القاهرة؟ ولا تدخل الأسطول الإنجليزي؟ أنا دلوقتي العامل الرئيسي إن عدم قدرة الحملة الفرنسية بالرغم من الإمكانيات والمدافع والأسلحة اللي هم جايبينها وعدم تكافؤ القوى المسلحة ما بين المصريين وما بين الحملة، إلا إن المصريين عارفين طبوغرافية بلادهم. يعني إيه طبوغرافية بلادهم؟ ظواهر البلاد بتاعتهم، ويعرفوا إزاي إن هم يستغلوها صح في مقاومة المحتل. يبقى أنا رقم واحد سيادتك، أولا هو ما فيش دعم للدولة العثمانية. ثانيا انت تجدد ثورات المصريين، تمام، بس انا دلوقتي ثورات المصريين في كل مرحله بيتم اخمادها. تدخل الاسطول الانجليزي ده سيادتك كان في موقع ابو قير، اما انا دلوقتي اخضاع مقاومه المصريين في مصر العليا اللي هو سيادتك دلوقتي في الوجه الجبلي في الصعيد، ده بسبب ادراك المصريين دلوقتي بطبوغرافيه بلادهم. كان من الممكن عند استسلام المقاومه في الصعيد للحمله الفرنسيه ايه؟ انا دلوقتي من ممكن عند استسلام المقاومه في الصعيد للحمله الفرنسيه ايه اللي يحصل؟ هل هو دلوقتي افتقاد المسانده العربيه؟ ولا نشاط السوق المحلي؟ ولا السيطرة المملوكية السياسية؟ ولا عودة مصر للسلطة الشرعية؟ من الممكن عند استسلام المقاومة في الصعيد للحملة الفرنسية هل هي افتقاد المساندة؟ لا طبعا مش هنفتقد المساندة بتاعتنا ولا السيطرة المملوكية، اما احنا سيادتك هيحصل نشاط في السوق المحلي. ان انت لو تفتكر دلوقتي ان مراد بيك اول ما طلع على الصعيد منع البحارة الوصول للقاهرة، طبعا ده وقف عملية التجارة الداخلية اللي كانت موجودة. طب يبقى انا دلوقتي لو استسلم الصعيد ورجعت عمليات دلوقتي النقل الداخلي اللي هو عن طريق النهر النيل هيؤدي الى زياده نشاط السوق المحلي. كان الاختلاف بين مقاومه الصعيد ومقاومه الوجه البحري، سيادتك مقاومه الصعيد والوجه البحري كانت فين؟ في تنظيم المقاومه؟ ولا انهيار المقاومه؟ ولا تعدد القوى بتاعه المقاومه؟ ولا تجاهل الفرنسيين للمقاومه؟ اولا احنا لو بصينا في الصعيد والوجه البحري هنلاقوا ان في الصعيد كان عند المماليك وعند المصريين وعند مجيء قوات من شبه الجزيره العربيه اللي هو التضامن العربي. كل ده كان سبب رئيس وراء الاختلاف ما بين مقاومه الصعيد والوجه البحري. يبقى احنا السبب عندنا هيكون تعدد قوى المقاومه. رقم 63 بيقول لك: تتناقض ثورة القاهرة الأولى مع إيه؟ هل هي مع معركة أبو قير البحرية؟ ولا معركة أبو قير البرية؟ ولا منشور نابليون؟ ولا مقاومة أهالي الصعيد؟ أولا تتناقض ثورة القاهرة الأولى إن هو دلوقتي عندك نابليون لما جه قال لك إن أنا بحترم الأديان وإن أنا سيادتك أكثر منكم إيمانا بالشرائع السماوية، ولكن نابليون كان عنده مشكلة واحدة، ان انا دلوقتي لما جه يتكلم على نقطه الدين، ازاي انت بتتكلم عن نقطه الدين يا نابليون وانت دخلت مسجد الازهر بالخيول واستخدمت كل اساليب الشده والعنف امام الازهر؟ فانت دلوقتي يبقى في تناقض ما بين ثوره القاهره الاولى وما بين نابليون بونابرت في المنشور بتاعه اللي حاول ان هو يستعطف المصريين. رقم 64 بيقول لك: يتمثل وجه الارتباط بين الاحداث اللي موجوده في الصورتين. اولا سيادتك هنا ثوره القاهره الاولى ضد الاحتلال الفرنسي، وعندك دلوقتي ثوره الفرنسيين نفسه. ايه وجه الارتباط ما بين الاثنين؟ كونهم ثورات شعبيه، تدعيمهم لقوميتهم، تشابه القياده السياسيه، اهدافهم ذات ابعاد دينيه. لا احنا دلوقتي دي شعبيه ودي شعبيه، فالاثنين عباره عن ثورات شعبيه. اي مما ياتي اعتبر اعلان لعداء الدوله العثمانيه تجاه الحمله الفرنسيه على مصر. اللي يعتبر عداء للدولة العثمانية تجاه الحملة الفرنسية؟ هل الوقوف في خندق واحد مع المماليك؟ ولا عقد اتفاقية لرحيل الفرنسيين؟ ولا تصفية خلافاتها مع بعض أعدائها؟ ولا تشجيع المصريين على القيام بالثورة؟ أولا دلوقتي اللي يعتبر عداء للدولة العثمانية تجاه الحملة الفرنسية على مصر هو تصفية خلافاتها مع بعض أعدائها. ليه؟ ان انا دلوقتي لما كانت الحمله الفرنسيه موجوده احنا عارفين ان الدوله العثمانيه صفت الخلافات ما بينها وما بين روسيا لما عملت دلوقتي نظريه الدفاع المشترك ما بينها وما بين روسيا وما بين انجلترا لاخراج الحمله الفرنسيه.
أكدت نتائج موقعة أبو قير البحرية يوليو سنة 1799 على نقط. هل على تعدد الجبهات المفتوحة على الحملة الفرنسية؟ ولا ضعف الأسطول الإنجليزي؟ ولا العجز العسكري العثماني؟ ولا الخبرة السياسية للفرنسيين؟ أولا نتائج موقعة أبو قير يوليو 99 اللي هي أبو قير البرية أكدت على العجز العسكري العثماني. إن إحنا عارفين إن نابليون بونابرت نجح إن هو يقوم دلوقتي بإخماد المعركة بتاعت أبو قير البرية. طبعا ده بيدل على العجز العسكري العثماني. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا يرجع السبب وراء خروج نابليون بونابرت سرا من مصر وعودته الى فرنسا اغسطس سنه 1799. هل هو حتميه وجوده في فرنسا؟ ولا ادراكه فشل الحمله على الشرق؟ ولا ضرب التحالف الاوروبي؟ ولا ارسال الامدادات للحمله في مصر؟ اولا نابليون لما خرج سرا كان فاهم ومدرك بكل الايقان ان هو لازم يرجع لفرنسا عشان خاطر يقدر ان هو زي ما بيقولوا كده يمسك الحكم بتاع فرنسا. هو دلوقتي سبب عودته هو سيادتك حتميه وجوده في فرنسا لطمع نابليون بالاستيلاء على عرش فرنسا. ده طبعا معروف. نابليون بونابرت قال لك اللي فشلت فيه في مصر اقدر اعمله عندنا هناك في فرنسا. نتج عن تجدد الأحداث في الصورة التي أمامك في أواخر القرن ال18 إلى إيه؟ أولاً دي عبارة عن الثورات اللي كانت موجودة والأحداث اللي كانت حصلانة في أواخر القرن ال18. هل هي بتدل على تغيير القيادة السياسية للحملة؟ عقد اتفاقية العريش، اندلاع أحداث ثورة القاهرة الثانية، تحالف الأسطول الإنجليزي والعثماني. اولا دلوقتي دي المناوشات اللي حصلت ما بين الجماعه الفرنسيين والجماعه المصريين سواء دلوقتي في ثوره القاهره اللي ثوره الصعيد اللي هي سيادتك دلوقتي الفتح بتاع الصعيد او بتاع الوجه البحري. كل الحروب اللي حصلت كانت سبب رئيسي وراء نقص عدد العساكر الموجودين في الحمله الفرنسيه. طب لما نقصد دلوقتي عدد العساكر الموجودين في الحمله الفرنسيه بدات دلوقتي عامل نابليون يفكر ان هو يغادر مصر سرا ويرجع الى فرنسا مره اخرى. طبعا ده ادى الى تغيير قائد الحمله من نابليون الى كليبر. كان تغيير الدوله العثمانيه سياستها في توسيع دائره الصراع الى الجلوس على مائده المفاوضات تجاه الحمله الفرنسيه. طب نتج عن دائره المفاوضات دي ايه؟ هل افتقادها لدعم الحلفاء؟ ولا التكالب الاوروبي زعامه النمسا ضد فرنسا؟ ولا عجز عن تحقيق انتصار حاسم؟ ولا استغلال صفاتها الشرعيه في الحكم؟ اولا احنا لو بصينا ان معظم التغيرات اللي حصلت في الدوله العثمانيه وان يبقى في حلقه مفاوضات ما بينها وما بين فرنسا ده يدل دليل كامل على عجز الدوله العثمانيه عن تحقيق الانتصار الحاسم. ودليل على كده ان الدوله العثمانيه الضعف بتاعها جعلها ان هي تقوم بمحاوله او جعل ان الدوله العثمانيه تحاول بقدر الامكان ان هي تعمل حاجه واحده بس، تعمل دلوقتي التحالفات ما بينها وما بين روسيا وما بينها وما بين انجلترا عشان تقوم بالقضاء على الحمله الفرنسيه. يبقى ده بيدل على العجز بتاعها. لم يرضى المصريين عن وجود الحمله الفرنسيه عندما تولى كليبر قيادتها وظهر ذلك فيه. هل سيادتك ظهر ذلك في ثوره القاهره الاولى ولا مقاومه الصعيد ولا ثوره القاهره الثانيه ولا معركه ابو قير البريه؟ لا، ظهر الكلام ده كله لما لقينا سيادتك الشعب طلع بثوره القاهره الثانيه، والدليل على كده ان سليمان الحلمي قابل سيادتك دلوقتي بقتل كليبر. يبقى دي ثوره القاهره الثانيه. تمام؟ ممكن دقيقه. السؤال بعد كده بيقول لك اختلفت سياسه صاحب الصوره الاولى عن صاحب الصوره الثانيه في قيادة الحملة الفرنسية من خلال إيه؟ طب أنا دلوقتي يا أستاذ صاحب الصورة الأولى من صاحب الصورة الثانية الاختلاف الكبير ما بينهم وما بين بعض، يعني ما بين كليبر وما بين عم نامينو، هل في إيجاد حلول سلمية مع العثمانيين؟ ولا التعدي على حقوق الإنسان؟ ولا الضغوط العسكرية على إنجلترا؟ ولا تنويع موارد الحملة في مصر؟ أولا إيجاد حلول سلمية، أنا كليبر ما استخدمش الحلول السلمية عشان فشلت الحلول السلمية بتاعته اللي هي معاهدة العريش. أما سيادتك عندك مينو ما عملش معاهدات. التعدي على حقوق الانسان ولا الضغط العسكري ولا تنويع موارد الحمله في مصر؟ لا، انا اولا سيادتك دلوقتي ما بين كليبر وما بين مينو وما بين نابليون هو تنويع موارد الحمله. ان احنا في ايام نابليون في ايام كليبر ما كانش في اي موارد اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا الكلام ده كله، ان هم كانوا منشغلين في مواجهه اعداء الحمله. اما انا دلوقتي عمي نامينو هو اكتر واحد كان عنده تنوع في الموارد.
نتج عن ضعف قدرة الدولة العثمانية على إخراج الفرنسيين من مصر. طب أنا دلوقتي الدولة العثمانية يعني نتج عن ضعفها أو عدم قدرتها على إخراج الفرنسيين هو إثبات قدرة الأسطول الإنجليزي في أبو قير، ولا اعتماد الدولة العثمانية على قوة خارجية، ولا محاولة استتباب الأمور للحملة الفرنسية في مصر، ولا إبعاد الدولة العثمانية عن القوة الداخلية. أولا نتج عن ضعف القدرة بتاعة الدولة العثمانية. احنا لو نفتكر مع بعض إن هي عملت تحالفات مع انجلترا ومع سيادتك روسيا. طب ما التحالفات دي يدل على إيه؟ اعتماد الدولة العثمانية على القوى الخارجية. نتج عن المكانة المرموقة لطبقة العلماء والأعيان المصريين أثناء الحملة الفرنسية على إيه؟ المكانة المرموقة أو المكانة الكبيرة بتاعة العلماء والأعيان المصريين أثناء الحملة الفرنسية كان ليها دور كبير في إن خلت الجماعة الفرنسيين يعتمدوا عليها. احنا لو بصينا تبجيل الفرنسيين لهم، كلمة تبجيل يعني تعظيم، التعظيم لله وحده. العمل على تنمية مهاراتهم؟ لا طبعا. اعتماد الفرنسيين عليهم ولا ابتعاد الفرنسيين عنهم؟ لا، احنا عارفين ان عمنا نابليون اعتمد على العلماء والمشايخ والاعيان وخصوصا سيادتك في عمل الدواوين، يبقى اعتماد الفرنسيين عليهم. السؤال اللي بعد كده، تتشابه أو تمثل التشابه السياسي بين العثمانيين والفرنسيين في إدارة موارد مصر في إيه؟ أنا عايز أعرف دلوقتي التشابه السياسي بين العثمانيين والفرنسيين. هل إنشاء دواوين استشارية؟ تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات؟ مركزية الحكم والإدارة؟ الاعتماد على الحكم المطلق؟ أولا إحنا لو بصينا إن معظم الكلام ده يعني في اختلاف. إزاي؟ إنشاء دواوين استشارية، إحنا لو بصينا كده على أيام الدولة العثمانية كان عندهم الديوان اللي عمله السلطان العثماني اللي كانت مهمته مراقبة أعمال الوالي، ودي كانت عبارة عن سلطات استشارية. ولو بصينا إن الفرنسيين برضه هم عملوا لي برضه مجموعة من الدواوين اللي كان ليها دور كبير برضه كدواوين استشارية. يبقى التشابه السياسي ما بينهم هما الاثنين في إنشاء دواوين استشارية. تتشابه الدواوين التي أنشأها نابليون في مصر فيه طبعا اللي هو ديوان القاهرة أو ديوان الأقاليم أو الديوان العام. الثلاثة معروفين إن كان عاملهم عمنا نابليون بونابرت كعبارة عن دواوين استشارية. لم يكن أول ظهور للعربان على الساحة في عهد محمد علي الذي منحهم أبعديات وعمل على توطينهم، حيث ظهروا أيام الحملة الفرنسية من خلال العربان ده اللي هم الجماعة البدو. طب استاذ، هم مش اول ظهور ليهم كان في ايام محمد علي، ده هم ظهروا من ايام الحمله الفرنسيه من ايام نابليون. طب امتى بالظبط؟ هل شاركوا في الديوان العام ولا في ثوره القاهره الاولى ولا مقاومه الصعيد ولا الوقوف بجانب المماليك؟ اولا احنا عارفين ان الحمله الفرنسيه استخدمت العربان اللي هم البدو في الديوان العام على سلة طبعا الشيخ عبد الله الشرقاوي اللي هو كان رئيس الديوان العام اللي اتاخد طبعا عن طريق الانتخاب. كان أكثر الدواوين ارتباطا بالضرائب في عصر الحملة الفرنسية. أكثر حد مرتبط بالضرائب في العهد الفرنسي هم سيادتك دلوقتي لو رجعنا. أولا ديوان القاهرة ده خاص بشؤون العاصمة. ديوان الأقاليم كان بيهتم بجماعة الضرائب اللي هو جباية الضرائب، يبقى أنا عندي ديوان الأقاليم أدي نقطة. طب لو بصينا على الديوان العام كان برضه بيقوم بالاستشارة في عمليات الضرائب، يبقى أنا عندي دلوقتي كلمة الضرائب اتكررت مرتين. اتكررت مره ايام ديوان الاقاليم واتكررت المره الثانيه ايام الديوان العام. يبقى انا سيادتك دلوقتي لو بصيت ادي رقم ب جايبها لك ديوان الاقاليم والديوان العام. تلاشى الفرنسيين اخطاء السياسيه الاقتصاديه الزراعيه اللي وقع بها السابقين عليهم في حكم مصر من خلال ايه؟ انا دلوقتي ايه اللي عملوه الفرنسيين عشان يتخلصوا من الاخطاء الزراعيه اللي كانت موجوده ايام الحكم العثماني؟ هل هو دعم السياسات الحكومية للنشاط الزراعي ولا خفض الضرائب عن الفلاح ولا تغيير نظام الحياة الزراعية ولا اشتراك الفلاحين في هيئات سياسية؟ لا. أنا لو بصيت إن الجماعة الفرنسيين لما كانوا موجودين في الزراعة لا أدخلوا محاصيل زراعية جديدة، اهتموا طبعا بأساليب الري، عملوا مقياس للنيل، يعني الحكومة كان ليها دور كبير في مجال الزراعة. يبقى أنا دلوقتي يا أستاذ هتبقى دعم السياسات الحكومية للنشاط الزراعي. كان السبب وراء اقتصار مصانع الحدادة وحروف الطباعة والدباغ على الفرنسيين في ظل وجود الحملة الفرنسية إلى إيه؟ هل هو إلى قصور القدرة المصرية على استيعاب التقدم؟ يعني إحنا أغبياء ما عارفينش إن إحنا نستوعب التقدم الموجود؟ ولا ارتباط الصناعة بأهداف عسكرية فرنسية؟ ولا الإبقاء على التفوق الفردي للفرنسيين؟ ولا براعة المصريين في الفنون الزراعية والتجارية؟
اولا احنا عارفين ان مينو كان خايف ان الواد المصري يتعلم الصناعه الفرنسيه، فطبعا عشان ما يتعلمهاش عمنا مينو خلاها لسيادتك بعمال فرنسيين فقط، فده يدل سيادتك على الابقاء على التفوق الفردي للفرنسيين. هناك وجه ارتباط بين اصلاح مينو للترسانه وايه تاني؟ هل هي موقعة أبو قير البرية ولا أبو قير البحرية ولا حملة نابليون ولا ثورة القاهرة الأولى؟ أولا احنا عارفين إن الأسطول الفرنسي تم تحطيمه أيام سيادتك موقعة أبو قير البحرية، لما الأسطول الإنجليزي دخل في معركة ما بين الأسطول الفرنسي ونتج عنها في النهاية هو سيادتك انتصار موقعة أبو قير البحرية. كان لإصلاح مينو ترسانة الجيزة أثره على إيه؟ هل هو أثره على صد هجمات الدولة العثمانية؟ ولا استعادة الحملة الفرنسية درعها البحري؟ ولا السيطرة على الملاحة في نهر النيل؟ ولا تكوين علاقات تجارية مع بلاد البحر الأحمر؟ أولا دلوقتي إصلاح مينو لترسانة الجيزة كان ليه دور كبير في عملية تكوين علاقات تجارية مع بلاد البحر الأحمر، عشان طبعا نقل التجارة سيادتك إلى بلاد الحجاز، إلى سيادتك بلاد الحبشة، وإلى السودان. طب يبقى احنا دلوقتي كان إصلاح مينو خلاص عرفنا. بعد كده سؤال بيقول هنا نتج عن التغيرات المستحدثة في المجال الصناعي في عهد الحملة الفرنسية نقط. طب أنا دلوقتي إيه التغيرات اللي حصلت أو التغيرات المستحدثة على المجال الصناعي في عهد الحملة الفرنسية؟ هل هو استمرار دور طوائف الحرف قواسيط؟ ولا إيجاد كوادر فنية مصرية؟ ولا دخول مصر حقبة الثورة الصناعية، يعني دخول دلوقتي مصر فترة الثورة الصناعية؟ ولا ربط السياسات الصناعية بالبيئية؟ طب أنا دلوقتي عندي 4 اختيارات. ناتج عن التغيرات المستحدثة على المجال الصناعي في عهد الحملة الفرنسية إيه؟ يا أستاذ لو بصينا إن التغيرات في المجال الصناعي لا، استمرار دور طوائف الحرف زي ما هو كوسيط ما بين الحكومة وما بين الصانع. كان من أثر الإنجازات الفرنسية لنابليون بونابرت في السلطة القضائية. طب أنا دلوقتي أستاذ عايز سلطة قضائية، من أثر الإنجازات الفرنسية عليها هل هو اختلاف استراتيجيات تحصيل الضرائب؟ ولا إيجاد ثوابت ضرائبية قضائية؟ ولا تحقيق السلم المجتمعي؟ ولا التلاعب بالثوابت الشرعية؟ لا، أنا سيادتك دلوقتي لو بصينا إن كان من أثر الإنجازات الفرنسية لنابليون بونابرت في السلطة القضائية هو إحنا لقينا ثوابت ضرائبية قضائية، اللي هي طبعا ال 2% الثوابت بتاعتها بعد كده اتحولت إلى 5% في أيام ميو. أحدثت الحملة الفرنسية على مصر طفرة في إحلال المصريين محل العناصر التركية. منذ إمتى؟ من إمتى سيادتك دلوقتي المصريين مسكوا مكان الأتراك سيادتك وخصوصا في مجال القضاء؟ هل هو بعد ثورة القاهرة الأولى ولا ثورة القاهرة الثانية ولا حملة نابليون على الشام ولا إنشاء المجمع العلمي؟ لا، أكتر حاجة حصلت فيها طفرة من مصريين الأتراك بعد حملة نابليون على الشام لما خلى المصريين يحلوا محل الأتراك في القضاء. تميز القضاء في مصر عهد نابليون عن القضاء في عهد العثمانيين بتطبيق فكرة الديمقراطية ولا التكامل ولا المساواة ولا الحرية. لا، أنا دلوقتي عمنا نابليون خلى سيادتك القضاء بيتم عن طريق الانتخاب، فطبعا دلوقتي مارسوا فيه الحرية والديمقراطية. كان هدف إنشاء الحملة الفرنسية لمحاكم الطوائف سواء روم أو أقباط أو شوام أو اليهود إلى تمزيق الوحدة الوطنية ولا إرسام مبادئ الثورة الفرنسية ولا ترسيخ أساس إبقاء الحملة في مصر ولا نشر التفرقة العنصرية. لا، أنا دلوقتي لما جينا عملنا دلوقتي محكمة لكل طائفة زي ما عملها لي دلوقتي عمنا مينو، لا الكلام ده عشان ترسيخ، يعني تثبيت أسس إبقاء الحملة الفرنسية عشان المصريين يحبوا الحملة الفرنسية ويقولوا إن هم حققوا مبدأ العدالة. طبعا أهمية المبنى اللي موجودة قدامك، المبنى اللي موجود قدامك ده المجمع العلمي. طبعا المجمع العلمي ده بيقول لك تمثل أهمية المبنى في إدراك المصريين مدى عزلتهم ولا حرص المصريين على النهل من العلوم ولا محاكاة المصريين الأوروبيين ولا تعرف المصريين على مدى غناهم. لا، معروف إن المبنى بتاع المجمع العلمي ده ليه دور كبير في إدراك المصريين في مدى العزلة بتاعتهم إن ما كانش عندهم أي علوم موجودة. تتمثل التأثير الأكبر للحملة الفرنسية على المصريين في هل هي في الإنجازات العلمية ولا مشاركة الشعب في السلطة السياسية ولا مشاركة المصريين في المجمع العلمي ولا إثبات مدى عزلة المصريين؟ التأثير الأكبر للحملة الفرنسية إحنا معظم الإنجازات العلمية والمجمع العلمي ده كان خاص بالعلماء الفرنسيين فقط لا غير. أما إحنا دلوقتي أكتر تأثير اتأثرنا بيه واستفدنا بيه هو سيادتك مشاركة الشعب المصري في أعمال الدواوين ودي أعمال سياسية.
كان ما قام به العالم الذي أمامك. طبعا العالم الذي أمامك ده عمنا شامبليون. هل يتمثل في القضاء على فكرة الحكم المطلق؟ ظهور فكرة دواوين الحكم، التعرف على التاريخ المصري القديم، شق قناة تصل ما بين الأحمر والمتوسط. شامبليون اكتشف حجر رشيد، وده المسؤول عن ترجمة اللغة الهيروغليفية اللي موجودة في مصر، اللي ليه علاقة طبعا بعامل السياحة. فطبعا كان ليه دور من خلال التعرف على التاريخ المصري القديم. قدمت الحملة الفرنسية لمصر ما لم تقدمه لها المحاولات الاستعمارية في تاريخها الحديث، ألا هو إيه؟ إيه اللي قدمته الحملة الفرنسية لمصر محدش قدمه لها قبل كده من أي استعمار؟ تقديم دراسة وافية عن أحوال المجتمع، تأمين المجال الحيوي، الحرص على إعادة مكانة مصر التجارية، ولا تطوير النظم المالية والاقتصادية؟ لا، أنت عندك الحملة الفرنسية كان ليها دور كبير في دراسة أحوال المجتمع المصري في سيادتك، في الزراعة، صناعة، تجارة، في الأعمال الاجتماعية، في الأعمال السياسية، وأعطتني سيادتك دراسة وافية من خلال كتاب وصف مصر. القاسم المشترك بين دواوين الأقاليم وطوائف الحرف تمثلت فيه. القاسم المشترك ما بينهم، السؤال بعد كده بيقول لك القاسم المشترك بين دواوين الأقاليم وطوائف الحرف تمثلت فيه. هل هو جمع الضرائب والإشراف على الإنتاج، ولا جمع الضرائب والقيام بهمزة الوصل، ولا جمع الضرائب والنهوض بالصناعة، ولا جمع الضرائب والنهوض بالمشاحنة؟ لا، احنا القاسم المشترك ما بين دواوين الأقاليم وطوائف الحرف إن سيادتك دلوقتي من خلالهم بيتم جمع الضرائب، ومن خلالهم بيقوموا بهمزة وصل ما بين الشعب وما بين الحكومة، فهتاخد رقم ب. ربطت الحملة الفرنسية تاريخ مصر القديم بالحديث عن طريق الاستفادة من ايه؟ طب انا دلوقتي استاذ ربط التاريخ القديم بالتاريخ الحديث من خلال ربط السياسة بالعلم؟ لا، ده خاص بعمل السياسة. كشوف جغرافية، ده سيادتك استكشافات جغرافية. كشوف أثرية، ولا ترجمة كتب التراث القديم؟ لا، احنا سيادتك دلوقتي أكتر حاجة كان لنا فيها دور لسه حلينا من شوية اللي هو شامبليون، اللي هو دلوقتي اكتشف حجر الرشيد وقام دلوقتي بترجمة اللغة القديمة اللي هي اللغة الهيروغليفية. فطبعا دي بتتكلم عن الكشوف الأثرية. لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية للغزو والاحتلال. تأكدت هذه العبارة من خلال إيه؟ طبعا أنا دلوقتي السيد بتقول هي مش حملة عسكرية من الغزو والاحتلال. دليل على كده الحملة درست أحوال المجتمع، محاولة نابليون بونابرت دخول عكا، الصراع الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا، قيام الحملة بمقاومة ثورات المصريين. لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية للغزو والاحتلال، ده لما جات درست لي الأحوال بتاعة المجتمع المصري كاملة. 94 قام مينو بإدخال تعديلات تشريعية في مصر أثناء تولية قيادة الحملة، واتضح ذلك من خلال إيه؟ هو عمل لي دلوقتي تعديلات تشريعية يعني سيادتك دلوقتي في القوانين والتشريعات اللي موجودة بتاعت مصر. طب في نشر أوامر وقرارات، ده في جانب ثقافي في الصحافة. مشاركة الأعيان في شؤون الحكم جانب سياسي. رفض مبدأ الدية ولا إنشاء محكمة لكل طائفة، ده قضايا. هو الرفض مبدأ الدية ده أدى إلى إدخال تعديلات تشريعية من خلال سيادتك دلوقتي رفض مبدأ الدية اللي موجود. تحول فكر كليبر من الرحيل عن مصر إلى البقاء فيها عن طريق إيه؟ استعداد العثمانيين لمواجهته، ولا توافقهم مع قادة المماليك، ولا مهادنة المصريين للحملة، ولا تدخل إنجلترا في الأحداث؟ تحول فكر كليبر من الرحيل عن مصر إلى بقائها سيادتك دلوقتي لما إنجلترا تدخلت وأفشلت معاهدة العريش، مما أدى إلى قيام كليبر باستخدام أسلوب الشدة والعنف، وقرر كليبر على البقاء في مصر. يبقى إنجلترا تدخلها في معاهدة العريش. ركزت الحملة الفرنسية على الجانب الاجتماعي في مصر من خلال تحديد رسوم تقاضي. أنا عايز جانب اجتماعي، رسوم التقاضي، إنشاء الديوان العام، إنشاء المجمع العلمي، ولا إنشاء الديوان العام. طب أنا دلوقتي الحملة الفرنسية ركزت على الجانب الاجتماعي في تحديد رسوم التقاضي عشان سيادتك دلوقتي تحمي المجتمع من الأعمال بتاعة طبعا القضاء اللي كانت موجودة زي مثلا القضاء الأتراك لما كانوا سايبين دلوقتي القضاء على حسب الأهواء. ترجع أسباب مقاومة الدولة العثمانية للحملة الفرنسية سياسيا وعسكريا إلا رغبتها فيه.
انا دلوقتي مقاومه الدوله العثمانيه للحمله الفرنسيه ترجع الاسباب بتاعتها ان هي سيادتك عايزه تقوم بالحفاظ على املاكها، ان الدوله العثمانيه لقت ان مصر دلوقتي لما تتاخد منها دلوقتي الاستعمار هيبتدي ان هو يستولى على باقي الاملاك اللي موجوده، فعشان كده الحفاظ على املاكها. ظهرت بعض مظاهر الديمقراطيه في مصر ايام الحمله الفرنسيه من خلال انشاء ايه؟ انا دلوقتي ظهرت بعض مظاهر الديمقراطيه في مصر ايام الحمله الفرنسيه من خلال انشاء، هل هو الديوان العام ولا الهيئات القضائيه ولا دواوين الاقاليم والهيئات القضائيه ولا مجمع علم وديوان عام ولا مجمع علم وديوان الاقاليم؟ لا، هو الديوان العام والهيئات القضائيه. اكدت ثوره القاهره الاولى ضد الفرنسيين في اكتوبر 1798 على ايه؟ ثوره القاهره الاولى اكدت هل هي على دور المماليك في إشعال الثورة ولا قوة التضامن والترابط بين أهل الريف والحضر ولا فشل سياسات نابليون الاقتصادية ولا تناقض أقوال نابليون مع أفعاله؟ أولا أكدت ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين أكتوبر 98 على دور المماليك ولا قوة التضامن ولا الفشل؟ ثورة القاهرة الأولى لا يدل سيادتك أن تناقض نابليون مع أفعاله لما سيادتك دخل مسجد الأزهر بالخيول منتهكا حرمة الأديان. موافقة المصريين على المشاركة في دواوين الحملة الفرنسية هو دليل على إيه؟ تأقلمهم مع وجود الفرنسيين ولا استغلالهم لنابليون ولا ترحيب بالفرنسيين ولا مشاركتهم الحقيقية في الحكم؟ أولا المصريين إن يشاركوا في الدواوين ويرضوا يشاركوا في الدواوين ده أكبر دليل إن في تأقلم ما بين الوجود الفرنسي وما بين المصريين. يستدل من خلال إنشاء جريدة باللغة العربية أثناء الحملة الفرنسية على إيه؟ طب جريدة باللغة العربية أثناء الحملة الفرنسية على اهتمام الفرنسيين بتثقيف المصريين، استخدام أسلوب الحرب النفسية ولا ربط العلم بالإنجازات الاقتصادية ولا نشر العلوم والمعارف؟ لا، احنا يمكن لما قلنا في الاستنتاجات ان سيادتك اهتمامهم بعمليات دلوقتي الصحافه وان هم يعملوا جرايد سواء باللغه العربيه او باللغه الفرنسيه والكلام ده كله، ان هم بيلعبوا لعبه كبيره على استخدام اسلوب الحرب النفسيه. السياسه ليس لها نظام ثابت يحددها. تتجلى هذه المقوله بوضوح امتى؟ هل هو موقف مراد من اتجاه الحمله ولا سياسه مينو العسكريه ولا هروب الوالي العثماني ولا نظر كليبر تجاه ثوره القاهره الثانيه؟ لا، انا السياسه ليس لها نظام ثابت بيحددها، ده اكبر دليل على عمنا دلوقتي مراد بيك لما سيادتك قام مره بالرفض من ان هو يمسك الصعيد في ايام نابليون، بس في ايام كليبر وافق. طبعا في ايام نابليون عشان كان عايز يخرج الحمله، اما في ايام كليبر خوفا من عوده العثمانيين مره اخرى. ترتب على اجراءات مينو اثناء الحمله الفرنسيه في مجال الصناعه. طب في مجال الصناعه دلوقتي الاجراءات اللي عملها مينو تترتب عليها ايه؟ هو طبعا عمل مصانع بس سيادتك بايدي فرنسيه، عمل دلوقتي طواحين الهواء لتوليد الطاقه الكهربائيه والترسانه لصناعه السفن والكلام ده كله. على استمرار نظام ضوافر الحرف ولا التقرب من المصريين ولا توفير احتياجات فرنسيين ولا نقل التكنولوجيا؟ لا، اولا سيادتك اللي عمله مينو كان سبب رئيسي وراء بقاء نظام الطوائف ما بين المصريين. ترتب على تحالف الدولة العثمانية مع كل من إنجلترا وروسيا لإخراج الفرنسيين من مصر. تغيير التفكير الاستراتيجي لقادة الحملة، تنامي الشعور الوطني عن المصريين، ولا التفاهم التجاري بين نابليون وشريف، ولا التضامن العربي مع أهل الصعيد. طبعا ترتب على تحالف الدولة العثمانية مع كل من إنجلترا وروسيا إلى تغير التفكير الاستراتيجي لقادة الحملة. احنا كده خلاص غيرنا سيادتك التفكير بتاع قادة الحملة بالكامل. السؤال اللي بعد كده سؤال 105 بيقول لك الدروس المستفادة من إنشاء نابليون للديوان العام في مصر: مشاركة الشعب في إصلاح المجتمع، اقتصاد السلطة على الطبقة العليا، ولا اقتصار السلطة على الطبقة العليا، ولا أهمية وضع الدستور للبلاد، ولا أهمية مجلس النواب في زيادة الموارد؟ لا، أنا الدرس المستفاد من إنشاء نابليون للديوان العام في مصر هو مشاركة الشعب المصري في إصلاح المجتمع. ظهر استخدام المعلومات لدعم متخذ القرار لأول مرة أثناء الحملة الفرنسية من خلال إيه؟ طب أنا دلوقتي يا أستاذ ظهر استخدام المعلومات اللي هو نظم المعلومات الجغرافية في متخذ القرار إنشاء محاكم طائفية ولا قراءة الكتابة المصرية القديمة ولا مجمع علمي ولا إصدار الصحف؟ لا، معلومات لدعم اتخاذ القرار وربط السياسة بالعلم من خلال المجمع العلمي. لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية للغزو والاحتلال. تأكدت هذه العبارة طبعا احنا قلناها قبل كده لقيام الحملة بدراسة أحوال المجتمع.
سعى مينو لإبعاد المصريين عن أصحاب الميول المعادية للفرنسيين من خلال الإعلام السياسي ولا القمع والشدة والقوى العسكرية والتفاهم والمشاورات؟ طبعا إعلام سياسي اللي هي جريدة التنبيه. يعد العامل المشترك الذي حال دون استمرار بقاء أول قادة الحملة الفرنسية وآخر قادتها في مصر إلا الرغبة في الرحيل ولا شدة المقاومة بتاعت المصريين ولا سوء أوضاع الحملة ولا سياسة التحالفات الدولية؟ العامل المشترك الذي حال دون استمرار الحملة الفرنسية من أول إلى آخر القادة إن عندنا في استمرار في حالة سياسة التحالفات الدولية. أمام خريطة توضح أحد أحداث الحملة الفرنسية على الشرق العربي. طبعا سيادتك هنا ماشية مع اللي هي رايحة على منطقة الشام. تمام. فده هل هو بيهدد المماليك الملاحه البحريه ولا التحالفات حدوثها بالتحالفات الاوروبيه ضد الحمله ولا التقارب العثماني الفرنسي ولا اعاده بناء الاسطول الفرنسي؟ طبعا الحدث ده مرتبط بالتحالفات الاوروبيه ضد الحمله لما تحالف سيادتك السلطان العثماني بتاع تركيا مع انجلترا ومع روسيا. اثر نظام الحكم الذي اسسه نابليون بونابرت في مصر على وعي المصريين بدايات القرن الثاني لمجيء الحملة ولا خضوع قائد الحملة لإرادة المصريين السياسية ولا سيطرة العناصر المصرية على مقاليد الحكم ولا دخول مصر مرحلة الحياة الدستورية النقابية؟ طب أنا دلوقتي نظام الحكم اللي أسسه نابليون بونابرت ده كان ليه دور كبير في إثارة الوعي لدى المصريين وده زي ما هنشوفوه في الفصل الثاني هيبقى سبب في طرد والي وتعيين والي آخر اللي هو محمد علي. يبقى الوعي عند المصريين. ينتهي سبب تحالف الدولة العثمانية مع كل من بريطانيا وروسيا ضد الحملة الفرنسية في حالة إيه؟ طب أنا دلوقتي أستاذ التحالفات اللي كانت موجودة كانت سبب وراء دلوقتي هل هو انتصار التحالف الأوروبي بقيادة النمسا على فرنسا؟ ولا عجز سليمان الحلبي عن اغتيال كليبر؟ ولا تنفيذ الهدف الذي عقده من أجل معاهدة العريش؟ ولا استمرار نابليون في قيادته العسكرية والسياسية؟ ينتهي سبب تحالف الدولة العثمانية مع كل من بريطانيا وروسيا إلى سيادتك تنفيذ الهدف الذي عقدوا من أجله معاهدة العريش. هناك ارتباط وثيق بين الحملة الفرنسية على مصر وإيه؟ هل هو صراعات القوى والتوازنات في القارة الأوروبية ولا تطلع فرنسا للاستيلاء على طريق رأس الرجاء الصالح ولا رغبة فرنسا في إلحاق هزيمة بحرية بإنجلترا ولا تأكيد فرنسا تفوقها العسكري على القوات الإنجليزية؟ طبعا ارتباط وثيق بين الحملة الفرنسية على مصر وصراعات القوى والتوازنات في أوروبا. السؤال بعد كده جايب لي طبعا خريطة لطريق رأس الرجاء الصالح. فبيقول لك الخريطة التي أمامك توضح طريق تجاري سيطرت عليه إنجلترا في فترة من الفترات مما أدى لإيه؟ طبعا سيادتك الطريق ده أدى إلى محاولة القضاء على الثورة ولا كساد التجارة الدولية ولا تغير الأوضاع السياسية داخل فرنسا ولا تكرر محاولات فرنسا السيطرة على مصر. طبعا ما دامت ان انجلترا مسيطره على الطريق ده اللي بيودع المستعمرات في الهند ده هيخلي ان فرنسا تكرر المحاولات بتاعه سيطرتها على مصر. طبعا الصورة المقابلة عن العملة المستخدمة زمن علي بك الكبير طبعا يستدل من خلالها إلى إيه؟ عدم ثبات العملة المتداولة، استقلال مصر المالي عن دولة الخلافة، ولا عودة الازدهار إلى تجارة مصر الخارجية ولا قيام مصر بعقد معاهدات اقتصادية. طبعا ده كله بيدل على استقلال مصر المالي عن الخلافة. نتج عن القوى البحرية الإمبراطورية البريطانية في أواخر القرن ال18 إلى إيه؟ نقل الصراع الإنجليزي الفرنسي للشرق، توقف الحركة التجارة الخارجية لفرنسا، منع تسرب مبادئ الثورة، ولا ضرب التجارة الهولندية اللي بتمر بمصر. طبعا نتج عن القوى البحرية الإمبراطورية البريطانية في أواخر القرن ال18 إلى نقل الصراع الإنجليزي الفرنسي إلى الشرق. طبعا لما خافت فرنسا إن هي تقوم بضرب إنجلترا في عقر دارها لما حصل اختلاف ما بين رأي حكومة الإدارة ورأي نابليون. استمر اعتماد بعض الدول الأوروبية في تجارتها مع شرق آسيا على طريق رأس الرجاء الصالح قبل مجيء الحملة الفرنسية على مصر نتيجة إيه؟ اعتماد الدول الأوروبية على تجارتها مع الشرق على رأس الرجاء الصالح. طبعا ده احنا عارفين إن الدول الأوروبية غيرت طريقها من مصر إلى رأس الرجاء الصالح خوفا من جماعة المماليك اللي كانوا بيستخدموا كل أساليب الشدة والعنف وكانوا بيقطعوا الطريق على التجار. يبقى سيطرة المماليك على الأمور الداخلية. ظهرت سياسة التنافس الاستعماري الأوروبي في العصر الحديث على المستعمرات في الشرق. نستنتج في ضوء تحليلك للعبارة السابقة إن مصر تأثرت سلبا بهذه السياسة نتيجة إيه؟
الصراع الاستعماري اللي كان حصلان ما بين الدول الأوروبية كان سبب سيادتك في تأثير مصر سلبا على كثرة منتجات صناعية، حكومة في تجارة البحر المتوسط ولا غناها بالمواد الخام ولا موقعها الجغرافي متميز. طبعا الصراع الاستعماري كان ليه دور كبير على تأثير الموقع الجغرافي. يعد العامل الرئيسي في عدم استقرار أحوال الفلاحين في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية إلى إيه؟ فرض السلطان العثماني الضرائب، ولا الطريقة المتبعة في ملكية الأراضي الزراعية، ولا استخدام الولاة القوى في جباية الضرائب، ولا انصراف الولاة في الزراعة. العامل الرئيسي في عدم استقرار أحوال الفلاحين في مصر هو سيادتك الطريقة المتبعة في عملية ملكية الأراضي الزراعية اللي كانت عن طريق حق الانتفاع. طبعا كلمة حق الانتفاع إن الأراضي كلها ملك للدولة العثمانية وإن الفلاح شغال بأجرة. أظهرت نتائج حروب الدولة الأوروبية ضد الثورة الفرنسية إيه؟ طب النتائج اللي كانت موجودة في حروب الدول الأوروبية أظهرت ضد الثورة الفرنسية تفوق فرنسا بحريا، ولا تفوق القوى البرية لفرنسا، ولا قوة العلاقات بين إنجلترا والدولة العثمانية، ولا انتشار مبادئ الثورة الفرنسية في أوروبا. نتائج حروب الدول الأوروبية ضد الثورة، طبعا احنا عارفين ان الثورة الفرنسية كان ليها دور ان هي تروح تهزم النمسا وما تكتفيش بكده، انما هي تتوسع داخل اراضيها. بعد كده تبتدي ان هي تغير طريق الصراع الى منطقة الشرق الاوسط، فده كله بيدل على تفوق فرنسا بريا، عشان كده ما قدرتش الدول الأوروبية اخماد الثورة. ظهرت أطماع الملتزم في مصر أثناء الحكم العثماني قبل مجيء الحملة الفرنسية من خلال. طب أطماع سيادتك دلوقتي الملتزم لما ظهرت عن طريق إيه؟ حصوله على أرض الوسية، رغبته في تأمين وضعه السياسي، فرض إتاوات على الفلاحين، قسوته في جمع الضرائب. طبعا أطماع الملتزم ظهرت في الإتاوات اللي موجودة على الفلاحين. تقلصت علاقات مصر التجارية قبل مجيء الحملة الفرنسية لتقتصر على دول حوض البحر المتوسط والسودان والحبشة. يتضح في ضوء مضمون العبارة السابقة إن السبب الرئيسي في ذلك يرجع لإيه؟ الامتيازات الممنوحة، ولا تحول طريق التجارة للدوران حول أفريقيا، ولا عدم استقرار الأمن الداخلي ولا السياسة الخارجية. تقلصت يعني نقصت العلاقة بتاعت مصر الخارجية. طبعا سيادتك سبب تقلصها هو إن طريق التجارة بسبب المماليك، وإن دلوقتي في صراعات والكلام ده كله أدى إلى التحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح. طبعا التجار بدل ما كانوا السؤال اللي بعده بيقول لك سيطر التجار الأجانب على النشاط التجاري في مصر أثناء الحكم العثماني نتيجة لإيه؟ هل هو نتيجة لتدهور النشاط الزراعي والصناعي، ولا التسهيلات التجارية الممنوحة ليهم من العثمانيين، ولا اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، ولا زيادة نفوذهم السياسية داخل الولايات؟ طبعا معروف إن التجار الأجانب نتيجة إن السلطان العثماني أعطاهم امتيازات وتسهيلات كان ليهم طبعا دور من خلال قدراتهم التنظيمية. منحت الدولة العثمانية الامتيازات للأجانب في مصر. نستنتج من العبارة السابقة إن الهدف من ذلك كان إيه؟ هل هو نشر الثقافة الأجنبية، ولا تشجيع الاستثمار في مصر، ولا مساندة العثمانيين، ولا حصار الممالك الاقتصادية؟ معروف إن السلطان العثماني ما بيقيمش وزنا إلا لمصلحته فقط لا غير. فطبعا السلطان العثماني عمل الكلام ده كله عشان يسهل الاستثمارات في مصر. أهملت أمور الري وتقوية الجسور في مصر أثناء الحكم العثماني. في ضوء مضمون العبارة السابقة إن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى إيه؟ هل هو سيطرة المماليك على أمور الحكم، ولا قصر مدة حكم الوالي في مصر، ولا ملكية الأراضي للسلطان العثماني، ولا عدم وجود طائفة تدافع عن الفلاحين؟ طبعا أهملت أمور الري وتقوية الجسور في مصر أثناء الحكم ده نتيجة لقصر مدة حكم الوالي. السؤال بعد كده بيقول لك تمثلت سلطة الإدارات المحلية في مصر أثناء الحكم العثماني قبل مجيء الحملة الفرنسية. طب أنا دلوقتي أستاذ الإدارات المحلية اللي هو بيتكلمنا عن ديوان الأقاليم. ديوان الأقاليم كان موجود من الجماعة المماليك لخبرتهم في إدارة شؤون الإقليم. استحدث السلطان العثماني أدوات التبعية له في مصر، فأقام نظام الحكم على 3 إدارات يراقب كل منها الآخر. في ضوء العبارة السابقة حدد أي من العناصر التالية خرجت على قواعد هذا النظام الحاكم في النصف الثاني من القرن ال18. هو استحدث دلوقتي أساليب جديدة عشان خاطر دلوقتي يقدر يدور الحكم. مين من العناصر التالية خرجت على قواعد هذا النظام؟ نائب السلطان، حكام الإدارات المحلية، رؤساء الدواوين، ولا الضابط الحامية العسكرية؟
طبعا في النصف الثاني من القرن ال 18 نائب السلطان هو اللي سيادتك دلوقتي خرج عن هذه القواعد. أبقيت الدولة العثمانية في مصر على المماليك كأحد العناصر السياسية. بدون العبارة نستنتج أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى ضعف الحمية، خبراتهم في البلاد، ولائهم للدولة العثمانية، والعلاقاتهم لسه جايين من شوية اللي هي خبراتهم في إدارة شؤون البلاد. تدل غارات البدو المتلاحقة اللي هي المتتالية على المدن والقرى المصرية أثناء الحكم العثماني على إيه؟ غارات البدو اللي موجودة هل هي رغبتهم في السيطرة على الحكم، ولا رفضهم للسلطة الحاكمة في مصر، ولا ضعف السلطة التنفيذية اللي هي الوالي، ولا سيطرة الأجانب على أمور الحكم؟ أولا دلوقتي لو الوالي كان قادر إن هو يحافظ على البلد ويحافظ على السيطرة بتاعتها ما كانش البدو عملوا سيادتك دلوقتي غارات متلاحقة. ده طبعا ده أكبر دليل على ضعف السلطة التنفيذية. يستدل من قيام حركة استقلالية بمصر في النصف الثاني من القرن ال 18. طب الحركة الاستقلالية بتاعت علي بك الكبير نستدل منها على ايه؟ فشل نظام الحكم في تحقيق اهدافه، حدوث اختلاف في التوازن الدولي، تأثر المماليك بمبادئ ثورات الدول الأخرى، زيادة سلطة الديوان والحماية العسكرية. طبعا يستدل من الكلام ده كله ان عندك الدولة العثمانية ما كانتش قادرة على ان هي تحقق السيطرة ولا تقدر ان هي دلوقتي تمسك امور الحكم، فدلوقتي هتاخد فشل نظام الحكم في تحقيق اهدافه. استطاع السلطان العثماني استرجاع قبضته على حكم مصر في النصف الثاني من القرن ال 18. خبرة عسكرية، معاهدات سياسية، علاقات خارجية، دهاء سياسي. طبعا سيادتك أكبر حاجة موجودة عند السلطان العثماني كانت الدهاء السياسي. ليه؟ إن طبعا ضحك على محمد بك أبو الدهب وقال له إن هو هيديله حكم مصر وإن اللي يمشي مع علي بك الكبير يبقى كافر، فطبعا ده كله بيدل على مدى الدهاء السياسي. كان من المتوقع إذا نجحت حركة علي بك الكبير في تحقيق طموحاته السياسية أن يحدث إيه؟ تقلص مكانة السلطان العثماني كخليفة للمسلمين، ولا تختفي الصراعات السياسية في مصر، ولا تستعيد مصر مكانتها التجارية على المستوى الدولي، ولا تبقى على إدارة الحكم السابق. متوقع إذا نجحت كانت سيادتك دلوقتي مكانة السلطان العثماني كانت هتقل، إن طبعا علي بك الكبير كان واخد الحجاز وكان واخد الشام ومعاه مصر، فطبعا كانت مكانة السلطان وأملاكه كانت تتقلص أو تنقص. تمثل العامل المشترك أو العامل المباشر الذي شجع على علي بك الكبير بالقيام بحركته الانفصالية. طبعا احنا عندنا النقطة دي في اختلاف ما بين ناس وناس لما بنيجي نحلها. أولا امتلاك تفوق عسكري ومساندة مصريين مش هتنفعنا، يعني دي غلط ودي غلط. احنا معانا اثنين، السياسة الخارجية للدولة العثمانية اللي هي سيادتك الصراع مع روسيا، ووهن الدولة العثمانية اللي هي ضعف الدولة العثمانية. طب العامل المباشر السبب الرئيسي هو ضعف الدولة العثمانية بسبب سيادتك الصراعات اللي هتبقى موجودة مع روسيا. السؤال اللي بعد كده بيقول لك مقاومة أهل الإسكندرية ومقاومة أهالي الصعيد تعبر عن رفض المصريين للحملة الفرنسية، ورغم البعد الجغرافي بينهما إلا إنهم اتفقا على إيه؟ هل اتفقوا على الاستفادة من التضامن العربي؟ أولا اسكندرية ما فيهاش تضامن عربي. الاستفادة من الخبرات العسكرية لقادة المماليك، الحمد لله المماليك من أول جولة كانوا إن هم بيتهزموا. عدم التأثر بنتائج الإعلام السياسي لقادة الحملة اللي هو المنشور، ولا تطويع الظروف الطبيعية والجغرافية لصالحهما. لا، هما الاثنين بيتشابهوا في نقطة واحدة، اللي هما ما تأثروش بكلام نابليون في المنشور بتاعه. تتمثل أهمية معركة شبرخيت 98 في إنها أول اختبار لقوة طرفي المعركة، مكنت نابليون من دخول القاهرة، دليل على شدة مقاومة المصريين، ولا برهان على فشل حرب المناوشات. أهمية معركة شبرخيت كانت تعتبر أول اختبار لقوة طرفي المعركة ما بين المماليك وما بين الجماعة الفرنسيين. أي من الأحداث الآتية ارتبط بنتائج الحدث اللي بتوضحه الخريطة المقابلة. طبعا موقعة أبو قير البحرية سيادتك دي اللي اتهزم فيها الأسطول الإنجليزي الأسطول الفرنسي. فشل نابليون في هزيمة المماليك، إخفاق نابليون في اقتحام أسوار مدينة عكا، سيطرة الفرنسيين على المدن الساحلية، ولا تعرض فرنسا لمتاعب من قبل النمسا. أولا معركة أبو قير البحرية خلت الأسطول الإنجليزي يحاصر الشواطئ المصرية، ومحاصرة الشواطئ المصرية كان لها دور كبير في إخفاق نابليون في اقتحام أسوار مدينة عكا. حالت بعض الظروف أمام نجاح الحملة الفرنسية لتكوين مستعمرة لها في الشرق. تنطبق العبارة السابقة على أي من العوامل التالية؟ طب أنا دلوقتي الظروف اللي جات خلت إن الحملة الفرنسية ما تقدرش تعمل الكلام ده.
ايه سيادتك الظروف اللي منعت الحمله الفرنسيه ان هي تعمل مستعمره في الشرق؟ هل ان هي ما قدرتش تعمل تحالفات، ولا افتقاد للتخطيط الجاد والكفاءه، ولا افتقاد وصول الدعم العسكري والمادي، ولا بدء الصراع الاستعماري؟ اولا يعني معروف ان الحمله الفرنسيه بعد موقعة ابو قير البحريه وتحطيم الاسطول فقدت الحمله الفرنسيه الصله ما بينها وما بين فرنسا. طبعا ده افقدها الوصول الى الدعم المادي والعسكري. اولى نتائج موقعة ابو قير 98 المباشره من الناحيه السياسيه. طب انا دلوقتي الناحيه السياسيه نتائج ابو قير كانت سبب وراءها طبعا ابو قير البحريه 98 ناحيه سياسيه، عقد معاهده بين الفرنسيين والعثمانيين، ولا تحالف اوروبي بقياده النمسا، ولا اندلاع ثوره القاهره، ولا سيطره البريطانيه؟ لا، الارتباط والنتائج اللي كانت موجوده ان الجماعه اللي بتوع الازهر انتهزوا الفرصه وطلعوا لي بثوره القاهره الاولى. كأن كل بيت قلعة بذاتها، نستدل من العبارة دي ولا وصف بها نابليون أهالي اسكندرية على إيه؟ التنسيق بين المماليك والمصريين، ولا الخبرة العسكرية، ولا قصر التحصينات، ولا شدة مقاومة المصريين؟ كل بيت قلعة بذاتها ده يدل على مدى قوة وشدة مقاومة المصريين. لعبت الطبيعة الجغرافية بمصر دور مهم في مقاومة الحملة الفرنسية. ينطبق مضمون العبارة السابقة على مقاومة الحملة فين؟ اسكندريه والقاهره، وجه جبلي، شبرخيت وامبابه، وجه بحر. طبعا معروفه وجه جبلي عشان طبعا طول الوادي من اسكندريه من القاهره لغايه اسوان. السؤال بعد كده، صرح مراد بيك قائلا: سأدوس هؤلاء الفرنسيين بسنابك خيلي وسألقي بهم في البحر، ذلك لأنه حسبهم من ذلك النوع من الفرنجة الذين سبق لهم أن التقوا بهم في القرن ال13 وانتصروا عليهم. وصلوا ملكهم في المنصورة. في ضوء دراستك ومن خلال تحليلك هذه العبارة يمكن أن يستدل على يعني الكلام اللي قاله الواد مراد نستدل منه على إيه؟ انعزال المماليك عن أحداث دولية، ضعف القدرة العسكرية، اعتماد المماليك على قوة الشعب المصري، ولا مساندة السلطان العثماني المملوكي. أول معلش يا ده مراد يعني كلمة أقولهم لك، أنت سادة بيتكلم عن القرن ال 13 ودول بيتكلموا عن القرن ال 18، يعني في حوالي 500 سنة ما بين المعركة دي والمعركة دي. عزلتكم عن الأحداث الدولية ما عرفتكمش القوة اللي موجودة. يرجع دخول الفرنسيين الجامع الأزهري بالخيول خلال ثورة القاهرة الأولى إلى إيه؟ هل هي الرغبة في إضعاف مكانة العلماء؟ دعم المماليك للثورة بالسلاح؟ قوة وشدة اشتعال الثورة؟ عدم إدراك نابليون لأهمية الأزهر؟ لا طبعا قوة وشدة الاشتعال. عم نابليون كان حابب إن هو يسيطر على مصر من خلال دخوله مسجد الأزهر. ترتب على تعطيل المماليك لطريق التجارة الرئيسي بين الصعيد والدلتا اثناء الحمله الفرنسيه. طب تعطيل التجاره ده ترتب عليه ايه؟ قيام الشعب المصري بثوره القاهره الثانيه، ولا تفكير نابليون في حملته على الشام، ولا قيام التحالف المملوكي الانجليزي العثماني، ولا زياده المشاكل التي واجهت نابليون؟ ترتب على التعطيل بتاعه سيادتك ايه؟ ترتب على تعطيل المماليك للطريق الرئيسي بين الصعيد والدلتا اثناء الحمله الى قيام الشعب المصري بثورة القاهرة الثانية، ولا تفكير نابليون في الحملة، ولا قيام التحالف المملوكي الإنجليزي؟ لا، ترتب عليها سيادتك زيادة مشاكل نابليون اللي بتواجهه، لأن طبعا لما عطل طريق التجارة ما لقوش مراكب يوصلوا بيها الصعيد، إن عمنا مراد بيه منع البحارة إن هم يوصلوا طبعا للقاهرة، فده كله أدى إلى زيادة المشاكل. ذكر نابليون في مذكرته انه لو بقى في مصر ينتظر الهجوم عليه من البر والبحر لعرضوا انفسهم لاخطار كبيره. لذلك صمم نابليون على مهاجمه اعدائه قبل ان يهاجم. يمكن الاستدلال من تحليل مضمون هذه العباره ان القياده العسكريه للحمله الفرنسيه على مصر ذاك اتسمت بايه؟ تغليبها للمصالح الشخصيه، ولا عمق فكرها الاستراتيجي، ولا تفوقها العسكري البر والبحر، ولا تمسكها بنشر المبادئ؟ مصالح شخصيه لا، ما عندهمش قوه عسكريه وبريه. هي سيادتك فكرت بعمق استراتيجي ان هي تروح تضرب الدوله العثمانيه في الشام قبل ما سيادتك ان هي توصل ليها، وان هي طبعا تحاول توصل بفرنسا من خلال الشام. الصوره اللي قدامك طبعا بتاعت عمنا مينو، ده اخر واحد والذي فشل مشروعه في مصر نتيجه لايه؟ تحالفات دوليه، ولا شده مقاومه المصريين واستمرار مقاومه المماليك، ولا انقسام؟ لا طبعا تحالف المماليك والانجليز والعثمانيين هم السبب وراء اخراج، يبقى تحالفات دوليه. قام المصريون بثورتي القاهرة الأولى والثانية ضد الفرنسيين. في دول العبارة السابقة الدرس المستفاد من ذلك
من قيام المصريين بالثورتين هو ايه؟ مقاومه المحتل لواجب وطني، اهميه الاستعانه بالقوى الخارجيه، الميل للسلم اجدى من المقاومه، الاعتماد على القوى العسكريه. لا طبعا، الثورتين دول باكبر دليل على مقاومه المحتل، ده واجب وطني من الدوله. انني قدمت اليكم، طبعا ده نص المنشور بتاع عمنا نابليون اللي جاي يضحك بيه سيادتك على المصريين. يؤكد مضمون هذا النص حرص نابليون على ايه؟ التمسك بمبادئ الشريعه الاسلاميه، ولا ايقاع الفرقه بين المصريين والعثمانيين، ولا التخلص من المماليك كهيئه حاكمه، ولا تغيير تبعيه مصر السياسيه. طبعا هو اول ما جه قال ان انا جاي اخلصكم من خطر المماليك الظالمين، هو طبعا عايز يخلص من المماليك كهيئه حاكمه. نستنتج من تحليل الخريطه المقابله ان خط سير الحمله يدل على رغبه نابليون في هل في حصار القوات العثمانيه، ولا تجنب المواجهه، ولا تجنب الواجهه مع الوصول الانجليزي، ولا السيطره على الجزر التابعه للعثمانيين، ولا منع وصول الامدادات العثمانيه. طبعا سيادتك نستنتج من الخريطه ان هو يطلع من ميناء قولون الى جزيره كريت، الى جزيره مالطا، من مالطا الى كريت، ومن كريت لاسكندريه، ان هو مش عايز يخش في صراع مع الاسطول الانجليزي. حققت قوات الحمله الفرنسيه 98 انتصارات متتاليه منذ نزولها الاسكندريه حتى وصولها للقاهره. يتضح من تحليل مضمون العباره السابقه ان هذه الانتصارات ترجع الى ايه؟ طبعا انا دلوقتي استاذ، الانتصارات اللي موجوده دي بتدل على نجاح نابليون في اجتذاب العثمانيين، ولا غياب المقاومه، ولا منشور اللي وزع، ولا الصراع السياسي العسكري في مصر. لا، انا عندي دلوقتي الجماعه المماليك ما كانوش مهتمين بتحصينات الدوله، وكان في صراعات ما بينهم، فده الصراع السياسي العسكري الموجود في مصر. يمكن ان نستنتج من خلال قراءه خط سير الحمله الفرنسيه الموضح بالخريطه ان هي سيادتك من اسكندريه الى سيادتك الرحمانيه وشبرخيت الى سيادتك دلوقتي القاهره والكلام ده كله. على اعتماد الفرنسيين على المفاجاه الحربيه، ولا توقف تحركات الحمله بعد دخولها القاهره، ولا سعي نابليون لاتمام سيطرته على الوجه البحري، ولا رغبه نابليون في تامين الملاحه. طبعا الكلام ده كله بيدل على سعي نابليون للسيطره على الوجه البحري. يبقى سيادتك سعي نابليون على السيطره على الوجه البحري، دي كانت اهم نقطه موجوده عندي في النقطه دي. يقول الجبرتي: دعا بونابرت العلماء والأعيان إلى تكوين ديوان من المشايخ والعلماء والأعيان ذو صفة استشارية يختص بالأمن العام والتموين والصحة. استفاد المصريون من الديوان المشار إليه في النص المقابل بشكل مباشر من خلال إيه؟ طب أنا دلوقتي الدواوين اللي هي معمولة دي معمولة عشان استفاد منها إيه؟ نمو وعي سياسي، ولا عودة السلطة السياسية، ولا إيجاد حل مشكلات، ولا تحقيق العدالة الاجتماعية؟ طبعا كل اللي حصلان ده لزيادة النمو والوعي السياسي. ارتبطت تغيرات صاحب الصورة المقابلة لو عمل نابليون بونابرت في آليات النظام القضائي المصري برغبته فين؟ تهدئة خواطر المصريين، إنهاء الوجود الإداري للعنصر التركي، تدريب المصريين على نظام الشورى، ولا التخلص من المساوئ. طبعا هو عايز ينهي على النظام الإداري للجماعة الأتراك عشان خاطر إن هو ورايح لبلاد الشام كانوا معترضين على ذهابه ووقفوا قصاده. السؤال بعد كده: أي من العناصر المشاركة في تكوين الديوان العام كان لها تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية قبل مجيء الحملة الفرنسية لمصر؟ طب أنا دلوقتي إيه العناصر المشاركة اللي كان لها تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية؟ هل التجار، ولا العلماء، ولا مشايخ القرى، ولا رؤساء العربان؟ طبعا معروف إن البدو هم اللي كان ليهم تأثير كبير على التجارة وعلى عمليات الاقتصاد اللي موجودة. طبعا اللي هم البدو هم رؤساء العربان الموجودين. ارتبطت الإصلاحات الجذرية لنابليون في مجال القضاء المصري بإيه؟ طب أنا الإصلاحات اللي موجودة دي يا أستاذ، هل بتدريب زعماء المصريين على مبدأ الشورى، ولا نشر العدل والأمان في مصر، ولا التبعيات بتاعة تحالفات الدولة العثمانية، ولا نشر مبادئ الثورة الفرنسية؟ ارتبط الإصلاحات الجذرية لنابليون في مجال القضاء إلى زيادة التحالفات بتاعة الدولة العثمانية عشان تقوم بإخراج الحملة الفرنسية. دلت أحد إصلاحاته على اهتمامه بجميع الطوائف في مصر. طبعا اللي عمل جميع الطوائف هو مين؟ لما عمل سيادتك محكمة لكل طائفة، محكمة طبعا للشؤوم والمحكمة للأقباط وغيرهم. هيأت حكومة الإدارة في فرنسا للحملة كل ما تحتاج إليه من آليات للطباعة، فقد عهد نابليون إلى مونج باختبار المستشرقين والذين يحترفون فنون الطباعة العربية. يدل مضمون العبارة على رغبة حكومة فرنسا في التأثير على المصريين أثناء حملتهم على مصر من خلال إيه؟ طب أنا دلوقتي أستاذ، رغبة الحكومة في فرنسا على تأثير المصريين كان من خلال هم أعتقد حروف الطباعة وسيادتك وآليات الطباعة وغيره. العمل على تقدم العلوم في مصر،
استخدام الدعاية والإعلام، ولا دعم المكانة بتاعة الأزهر، ولا نشر العديد من الموسوعات؟ طبعا حروف الطباعة والصحافة والكلام ده كله لاستخدامها في الدعاية والإعلام. أحدثت الحملة الفرنسية على مصر تغيرا جذريا لحياة المصريين في مختلف الجوانب بسبب إيه؟ هل بسبب التفوق المادي والحضاري للغرب؟ فك علماء الحملة لرموز حجر رشيد، ولا تراجع دور الأزهر في مقاومة الحملة، ولا إشراك المصريين؟ طبعا أحدثت الحملة الفرنسية على مصر تغيرات جذرية لحياة المصريين في مختلف الجوانب بسبب التفوق المادي والحضاري، عشان هم طبعا الجماعة الفرنسيين بسبب الثورة الفرنسية اللي كانت عندهم. أي مما يأتي يعد من العوامل التي لعبت دور إلزامي في توجهات مينو التجارية خارج مصر أثناء قيادته للحملة الفرنسية؟ العوامل اللي لعبت دور إلزامي في توجهات مينو، هل هي عودة نابليون، ولا سيادتك فشل الفرنسيين في السيطرة على الصعيد، ولا قوة الدولة العثمانية البحرية، ولا تداعيات معركة أبو قير البحرية؟ طب سيادتك توجهات مينو التجارية خارج مصر سواء للحجاز أو سيادتك للسودان أو لبلاد الحبشة، ده بسبب تداعيات موقعة أبو قير البحرية وتحطيم الأسطول بتاعه. من متناقضات الثورة الفرنسية إن مفتاح الحرية للشعب الفرنسي كان نفسه قيودا على حرية الآخرين. ظهر هذا التناقض بوضوح عندما عندما فرضت فرنسا مبادئها بالقوة على كل أنحاء أوروبا، ولا قضت فرنسا على التحالفات الأوروبية ضدها، ولا تحرك قادة الثورة تجاه مصر، ولا رفض القادة مبدأ الدية. متناقضات ثورة فرنسية في مفتاح الحرية للشعب الفرنسي في تحركات قادة الثورة طبعا تجاه مصر. تعد من الفوائد التي عادت على كليبر من اتفاقه مع مراد بيك على حكم الصعيد. طب يا استاذ، الفوائد اللي رجعت على كليبر هو منع تشتت قوات الحمله في اكثر من جهه، انه طبعا دلوقتي ضمن المماليك في ايده، اما سيادتك الصراع هيبقى يا اما مع السلطان يا اما مع الانجليز. وجه الاختلاف بين كل من النشاط الزراعي والنشاط التجاري في مصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه كان في ايه؟ يا استاذ، وجه الاختلاف من النشاط الزراعي والتجاري ان العنصر المسيطر على كل من النشاطين سيادتك وجه الاختلاف بين كل من النشاط الزراعي والنشاط التجاري في مصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه ان طبعا النشاط التجاري كان مسيطر عليه الجماعه الاجانب، اما النشاط الزراعي مسيطر عليه الدوله العثمانيه. غاب عن مسرح الاحداث اللي موجودين منذ نزول الاسكندريه حتى دخول القاهره. احنا عارفين من اسكندريه لغايه القاهره ما شفناش السلطان العثماني ولا القوات العثمانيه، المماليك موجودين والمصريين موجودين والحمله الفرنسيه موجوده والحمله الاسطول الانجليزي موجود، اما الجماعه طبعا العثمانيين مش موجودين. يتضح من خلال معطيات الخريطه المقابله ان نابليون افتقد في محاوله اقتحام عكا قدرة على مهاجمتها سيادتك من الناحيه الغربيه اللي هي من ناحيه البحر المتوسط بسبب محاصره الاسطول الانجليزي. تعتبر الحمله الفرنسيه صدمه حضاريه وثقافيه للمصريين بسبب طبعا يا استاذ صدمه حضاريه وثقافيه ان بسبب حاله العزله اللي فرضها الجماعه العثمانيين في حاله التعليم لما ساد طبعا السحر والشعوذه وتم اغلاق باب الاجتهاد الديني. يظهر التناقض واضح في سياسه الحمله الفرنسيه بمصر خلال العناصر المشتركه فين؟ طبعا التناقض واضح في سياسه الحمله الفرنسيه ما بين القضاء والصناعه، عشان القضاء كان فيه مصريين اما الصناعه اعتمد على الفرنسيين فقط. أثبتت أفكار ومحاولات فرنسا المتكررة للسيطرة على مصر خلال القرن ال18 هل رغبة فرنسا في التخلص من خطر المماليك، ولا سيطرة الإنجليز على طرق التجارة للشرق، ولا العداء الإنجليزي لمبادئ الثورة، ولا إدراك فرنسا لأهمية موقع مصر المتميز؟ أفكار محاولات فرنسا المتكررة ده بيثبت سيادتك للعداء الإنجليزي للثورة الفرنسية منذ البداية. أخفق ملوك أوروبا، كلمة أخفق يعني فشل، ملوك أوروبا في إيجاد الثورة الفرنسية ب 89 بسبب طبعا معروفه ان بسبب القوه العسكريه البريه لفرنسا اللي قدرت ان هي تهزم التحالف بتاع النمسا وتقوم كمان سيادتك بالتوسع داخل اراضيها. السؤال اللي بعده اتخذت الدول الاوروبيه موقفا عدائيا ضد فرنسا منذ عام 89 وذلك بسبب ايه؟ طبعا الموقف العدائي ان هم سيادتك الدول الاوروبيه من البدايه عايزين يحافظوا على عروشهم ويحافظوا على انظمتهم السياسيه والاقتصاديه لرغبتهم في الحفاظ على نظام الحكم. قال نابليون في احدى خطاباته يمكن لمصر ان تدعم بيديها اليمنى بلاد الهند وبيديها اليسرى سيادتك دلوقتي بلاد اوروبا. طبعا معروف يسرى الهند اللي هي اسيا
اليمنى الهند اللي هي اسيا، واليسرى اوروبا، ده بسبب موقعها الجغرافي المتميز. ظهرت تداعيات تفوق الاسطول الانجليزي على المستوى الدولي اواخر القرن ال 18 من خلال طبعا سيادتك تداعيات تفوق الاسطول الانجليزي عامه تفوق في اثناء التنافس الاستعماري في الشرق لما الاسطول الانجليزي هزم الاسطول الفرنسي في مياه ابو قير. حاولت حكومة سيادتك دلوقتي الثورة في فرنسا التغلب على مشاكلها مع المنافس سيادتك التقليدي لها أواخر القرن ال 18 من خلال تغيير ميدان المعركة لما سيادتك المنافس التقليدي بتاعها اللي هو إنجلترا، وميدان المعركة اللي غيرته إن هي بدل ما تتصارع في أوروبا راحت عملت صراع دلوقتي في منطقة الشرق. زادت فرنسا في محاولاتها الأخيرة لغزو مصر في العصر الحديث تحقيق أهداف اقتصادية وعسكرية تخلص من خطر المماليك وتأمن طرق التجارة بتاعتها. ترجع عدم قدرة الفلاح المصري على توريث الأراضي اللي موجودة بسبب حق الانتفاع إن الأراضي كلها كانت ملك للسلطان العثماني. تشابه الملتزم مع شيخ الطائفة بمصر قبل مجيء الحملة الفرنسية في إيه؟ طبعا الملتزم وشيخ الطائفة إن الاثنين وسيلة لجمع إيرادات الدولة المصرية اللي هي سيادتك الضرائب. خلي في علمك ألف ودال يمشوا مع بعض، ليه؟ هم اعتبار وسيلة لجمع الإيرادات اللي هي الضرائب بالفعل، وإن هم برضو كونهما حلقة وصل ما بين السلطان والمنتج. إن طبعا سيادتك الملتزم بيدفع الضرائب وعندك كمان شيخ الطائفة بيدفع الضرائب، وإن هم حلقة وصل ما بين الاثنين. تقبل ألف وتقبل ب. 176 تدهورت أحوال مصر الاقتصادية قبيل مجيء الحملة الفرنسية في زيادة السلطة ولا سيطرة الأجانب على التجار ولا افتقاد الاستقرار السياسي ولا زيادة النفوذ. طبعا تدهور أحوال مصر الاقتصادية بسبب ما فيش استقرار سياسي موجود في الدولة بسبب الصراع ما بين المماليك وبعضهم على كرسي الحكم. يعد السبب الرئيسي في تدهور التجارة الخارجية لمصر قبل مجيء الحملة الفرنسية. السبب الرئيسي طبعا تدهور التجارة معروف في الكشوف الجغرافية وتحويل طريق التجارة من مصر إلى رأس رجاء الصالح. توجد علاقة بين تدهور الاقتصاد المصري قبل مجيء الحملة الفرنسية وسياسة الولاة تجاه السلطة الشرعية. طبعا اللي هو سيادتك الوالي اللي هو مدة حكم قصيرة فعشان كده ما اهتمش بشؤون البلاد. تدهورت التجارة الداخلية بمصر في أواخر القرن ال 18 نتيجة لعدة أسباب، كان من أهم الأسباب دي هو ضعف النظام الحكم العثماني اللي خلى الجماعة المماليك إن هم سيادتك دلوقتي يسيطروا على التجارة، وبسبب جماعة البدو اللي كانوا بيقوموا بعمل غارات على الأسواق في مصر. الفئات التالية تأثرت سلبا بأحوال مصر الاقتصادية قبل مجيء الحملة الفرنسية. طبعا معروف ان التاجر المحلي سواء في قبل ما يجي الحملة الفرنسية او سيادتك اثناء الحملة الفرنسية او اثناء محمد علي، التجار المحليين ساءت الاحوال بتاعتهم. تمثل السبب الرئيسي وراء سعي الدولة العثمانية لتطبيق نظاما جديدا للحكم بمصر فيه طبعا معروف عدم انفراد هيئة واحدة بالسلطة، ان مفيش هيئة واحدة هي اللي تنفرد بالسلطة. ارتبطت حركة علي بك الكبير الاستقلالية بمصر عن السلطة المركزية بإيه؟ طبعا حركة علي بك الكبير بمصر عن السلطة المركزية ارتبطت بضعف الدولة العثمانية، وقلنا برضو تقبل التحالفات الخارجية. لا استنى، تقبلش التحالفات، ده هي لو السياسة الخارجية تقبل ماشي، أما التحالفات لا. 183 مرت العلاقة بين الدولة العثمانية وروسيا في القرن ال 18 بالعديد من المراحل منها الحروب ومنها التحالف. حدد أي مما يلي ارتبط بأحداث مرحلة الحروب. طبعا سيادتك الأحداث بتاعت مرحلة الحروب دي هي زيادة طموح سياسة حكام الأقاليم اللي هو علي بيك الكبير. السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. حدد أي من الأحداث الآتية قام بها علي بك الكبير تنطبق على المقولة. طبعا معروفة لما حدث استقلال مالي لمصر بعيد عن الدولة العثمانية بضرب النقود باسمه. يرجع عدم الاهتمام بتحصين حدود مصر في أواخر القرن ال 18 إلى طبعا عدم تحصين حدود مصر إلى الصراعات المستمرة ما بين حكام الأقاليم اللي هم الجماعة المماليك اللي انتهزتها الحملة الفرنسية ودخلت بها مصر. السؤال اللي بعد كده، فوجئ المماليك بمجيء الحملة الفرنسية إلى مصر، وطبعا ده معروفة بسبب حالة العزلة الحضارية اللي كانت موجودة على المماليك وحالة الانقسام والصراعات السياسية اللي كانت موجودة. ساهمت عدة عوامل في تسهيل دخول نابليون الإسكندرية، منها ضعف مقاومة الحمية المنشور اللي وزعه، أوضاع مصر السياسية والانسحاب للمماليك. طبعا أوضاع مصر السياسية الصراع ما بين المماليك وبعضهم.
قاوم محمد كريم الحملة الفرنسية في الإسكندرية لعدة عوامل كانت منها إيه؟ طبعا محمد كريم ما كانش واثق خالص في كلام نابليون، انت جاي سيادتك تحتل وعايزني ان انا افتح لك البلد. ربط الولي العثماني مصيره بمصير المماليك بعد معركة إمبابة 98 لما أخذ الولي العثماني إبراهيم وطلع على بلاد الشام. استعمل نابليون العلماء في حملته على مصر لرغبته في نقل المعارف، تعرف على التاريخ، النهوض بالاقتصاد، هو تحويل مصر إلى مستعمرة فرنسية زي ما كان بيحلم نابليون. العامل المشترك بين تفكير نابليون في توجيه ضربة عسكرية إلى إنجلترا خارج أراضيها ونتيجة ضربة سيادتك دلوقتي موقعة أبو قير البحرية، إن مفيش كفاءة عسكرية ما بين فرنسا وما بين إنجلترا. يمكن أن نتوقع إذا وافق مراد بيك على مطالب أول قائد للحملة الفرنسية في مصر أن يحدث إيه؟ مراد لو وافق على مطالب أول قائد للحملة قلنا تستقر فيها حركة التجارة الداخلية وشفناها قبل كده. اعتمدت مقاومة أهالي الصعيد ضد الحملة الفرنسية على مقاومة أهل الصعيد، احنا برضو سيادتك قلناها قبل كده، اللي هو استغلال الطبيعة الجغرافية اللي هو طول الوادي من القاهرة حتى أسوان. تدل أحداث ثورة القاهرة الأولى أكتوبر 98 على إيه؟ أحداث الثورة بتدل ان سيادتك اللي جه في المنشور بتاع نابليون سيادتك ما تنفذش، والكلام ده في اسكندريه وسيادتك ثوره القاهره الاولى وفي شبرخيت وفي امبابه، كل ده سيادتك بيدل على عدم تنفيذ نابليون او تنفيذ المنشور بتاع نابليون. طبق نابليون مبدا الهجوم خير من الدفاع، طبعا معروف ده في حمله الشام. كان مجيء الحمله الفرنسيه على مصر سببا في رجوع الود السياسي بين الدوله العثمانيه ومين؟ مجيء الحملة الفرنسية كانت سبب في رجوع الود ما بين الدولة العثمانية وما بين روسيا لما عملت تحالف معها. تدل مواجهة الحملة الفرنسية للكثير من المتاعب والمقاومة منذ يومها الأول في مصر، طبعا على فشل نابليون في منشوره أنه يحقق الأهداف بتاعه من أول الإسكندرية. يوجد علاقة بين فشل نابليون في دخول عكا وسيادتك نتائج حركة موقعة أبو قير البحرية. اختلف أحمد باشا الجزار عن السيد محمد كريم في التبعية للحكم، الخطر اللي واجهه ولا الاستفادة من التنافس ولا الاستبسال الوطني ضد المحتل؟ طبعا سيادتك الاستفادة من التنافس الاستعماري ما بين انجلترا وما بين فرنسا. السياسة ليس لها نظام ثابت يحددها، طبعا ده مراد بيك تجاه الحملة الفرنسية لما مرة رفض ومرة وافق. نجح التحالف بين زعماء المماليك والدولة العثمانية ان هم سيادتك يخرج الحملة في ايام مينو كأسرى حرب. تغير موقف المماليك تجاه الفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية على مصر من حالة العداء إلى حالة التحالف بعد المماليك تجاه الحملة الفرنسية من عداء للتحالف بعد سيادتك اندلاع ثورة القاهرة الثانية. السؤال بعد كده، تحول فكر كليبر من الرحيل عن مصر إلى البقاء فيها بسبب. طبعا سيادتك دلوقتي اللي خلى كليبر من الرحيل للبقاء تدخل انجلترا وللسجارين. يعد العامل الاساسي في فشل استمرار الحمله الفرنسيه هو سيادتك معروف برضه اللي هو دور انجلترا اللي هي كانت مره في موقعة ابو قير، افشال الحمله سيادتك في التحالف اللي اتعمل وده اللي اخرج الحمله الفرنسيه. تعددت محاولات فرنسا للاستيلاء على مصر في العصر الحديث لتحقيق هدف رئيسي تمثل فين؟ محاولات سيادتك فرنسا للاستيلاء كانت عايزه تحافظ على مصالحها الاقتصاديه من الجماعه المماليك. لعبت التحالفات الدولية التي كانت إنجلترا طرفا هاما فيها دور في مجيء ورحيل الحملة الفرنسية على مصر. يتضح في ضوء مضمون العبارة السابقة. استهدفت إنجلترا من هذه التحالفات إيه؟ سيادتك هي استهدفت إنجلترا من هذه التحالفات إن هي عايزة تحافظ على المصالح السياسية والاقتصادية، وطبعا معروف إن أي استعمار لا يقيم وزنا إلا لمصلحته. فشل مينو في تحقيق أو تنفيذ الطموحات بمصر أثناء وجود الحملة الفرنسية بسبب أساليب إنجلترا في مواجهة الحملة. تعد الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 دليلا على إيه؟ حملة فرنسية تدل على عدم قدرة الدولة العثمانية على حماية ولايتها، والدليل على كده إن الحملة الفرنسية دخلت فين وفين لما السلطان العثماني افتقر بعد موقعة ثورة القاهرة الأولى وبعد موقعة أبو قير البحرية. الصخرة اللي اتحطمت عليها طموحات فرنسا هي إنجلترا في معاهدة العريش وسيادة في موقعة أبو قير البحرية. اختلفت أوضاع مصر السياسية فترة حكم نابليون عن حكم العثماني من حيث
هل هو سيادتك اشتراك الملتزمين بالدواوين، الاعتماد على حكم المماليك للأقاليم، تحول السلطة الفعلية للطبقة الوسطى، ولا مشاركة الطبقة الوسطى في الإدارة؟ طبعا اختلفت أوضاع مصر السياسية في فترة حكم نابليون في مشاركة الطبقة الوسطى في الإدارة، طبعا لما دخلهم في الدواوين. يتضح من موقف إنجلترا المضاد للحملة الفرنسية على مصر منذ بدايتها ان سيادتك دلوقتي سعيها لحمايه مصالحها، ان هي دلوقتي كانت بتسعى لحمايه المصالح اللي موجوده. ساهمت تعديلات نابليون بمصر عقب رجوعه من الشام في تعديلات نابليون عقب رجوعه في الشام الى تمصير سيادتك السلطه القضائيه لما خلاها مصريه. اطلع المصريون على الافكار السياسيه في اوروبا اثناء وجود الحمله الفرنسيه من خلال المصريين اطلعوا على الافكار السياسيه. ما دامت ان هنا بيتكلم عن السياسه يبقى عضويه الديوان العام لما دخل فيها الشيخ عبد الله الشرقاوي. عدو الامس صديق اليوم، المقوله دي بتنطبق على الدوله العثمانيه وعمتنا روسيا. طب يبقى انا دلوقتي عندنا الجزء الاول كده، احنا خلصنا الاختياري بتاع الجزء الاولاني. في بعد كده مجموعة الأسئلة الخاصة بالمستوى الرفيع، ودي اللي هنشوفوها دلوقتي مع بعض في المستوى. استنى ماشي خلاص. أسئلة التفكير العليا، بعض الأسئلة كده اللي نبتدي نشغل فيها دماغنا مع بعض عشان نشوفوا سيادتك إزاي نربط المنهج، عشان معروف إن امتحان التاريخ بيبقى سبب التجل بتاعه هو عملية الارتباطات والاستنتاجات. بس إن شاء الله كده هنجيبه في شوال مع بعض وهيبقى امتحان سهل جدا وتطلعوا كلكم مبسوطين بإذن الله. بيقول لك لقد تمت التمويه التي يقصدها الأسطول حتى إن الرجال كلهم تقريبا والبالغ عددهم حوالي 45,000 لم يكونوا يعلمون وجهة الأسطول. وفي بيان له سمات خاصة وجهة نابليون لجيش الشرق الجديد أشار إليه بأن مجرد الجيش الفرنسي المعد لغزو إنجلترا. عبارة جيش الشرق اللي أطلقها نابليون على قواته في 98 أهدافها إيه؟ يعني الجيش اللي هو طالع على الشرق اللي هو طالع على مصر الهدف بتاعه إيه؟ رفع الروح المعنوية لجنوده للقضاء على خطر المماليك اللي كانوا بيقطعوا التجارة، توضيح وجهة الجيش الفرنسي لجنوده، التعبير عن طموحاته في تقويض إمبراطورية إنجلترا، ولجذب تعاطف شعوب المشرق لحملته. لا، سيادتك معروف إن الجيش الشرقي كان رايح عشان يضرب طرق التجارة بتاعت عمة إنجلترا. طب يبقى في اللحظة دي تعبيرا عن طموحاته في تقويض الإمبراطورية بتاعت إنجلترا. طب رقم 2 خلفت حكومة فرنسا تقريرا آخر من تاليران وزير الخارجية، ويحتل هذا التقرير مكانة كبيرة في تاريخ الحملة الفرنسية على مصر، حيث يعرض فيه العلاقات التي قامت من قديم الزمن بين فرنسا ومصر وسط الآراء التي تنادي بمزايا الاستيلاء على مصر. صدى التقرير السابق ده، الصدى يعني سيادتك الانتشار بتاع التقرير السابق، ظهر من خلال ايه؟ تأمين فرنسا تجارتها من خطر المماليك، ولا تعدي فرنسا للتحالفات الأوروبية، ولا قيام الدولة القومية ووجود الرأسمالية للتجارة، ولا إقامة إمبراطورية فرنسية شمال أفريقيا؟ لا طبعا، صدى التقرير السابق اللي موجود بتاع وزير الخارجية اللي هو تاليران إلى تأمين فرنسا التجارة بتاعتها من خطر المماليك. يقول مواريه أحد قواد الحملة الفرنسية: لم يكن نابليون يعمل إلا لمصلحته الشخصية، ولم يضع أمام عينيه سوى رفع شأنه. تتضح العبارة دي بوضوح عند، طبعا معروفة ما تتضحش عندي غير لما عمنا نابليون خرج من مصر سيادتك في السر وترك الحملة تواجه مصيرها. لقد مات خيالي عند مكة. العبارة السابقة لنابليون تعبر عن شدة المقاومة اللي كانت موجودة في بلاد الشام واستبسال أهلها بقيادة أحمد باشا الجزار. يكتب الجنرال ديزيه في فبراير من عام 1799 عن مقاومة الصعيد: إننا نسير بلا انقطاع وزائد حالة الجنود وفي لباسهم وأحذيتهم، وإن دعاة الثورة مثابرين على نشر سيادتك الدعاوى بتاعتهم. العبارة السابقة من كتر التعب أدى إلى إنهاك القوات الفرنسية اللي موجودة. إنهاك يعني التعب القوات الفرنسية. الطغاة هم مقدمة الغزاة. العبارة السابقة يمكن أن تنطبق على مين؟ الطغاة الظالمين هم الجماعة العثمانيين لما كانوا موجودين في مصر اللي ساءت أحوال مصر في عهدهم. واقع الأمر أن المحتل العثماني لم يكن إلا عونا للمحتل الأوروبي على ابتلاع بلاد العرب قطر طول الآخر، بل زاد العثماني فمصدق البلاد العربية إربا ونشر بين فئاتها البلية والعشائرية.
مما جعلها لقمة سهلة لا تقف في حلقه وقهم. يعني سيادتك دلوقتي الجماعة العثمانيين هم اللي ساعدوا الأوروبيين إن هم يبتلعوا البلاد. نستنتج سيادتك صدق العبارة السابقة من خلال سياسة أدوات التبعية العثمانية اللي كانت موجودة من التزام ومن انتفاع ومن الوالي ومن الديوان ومن سيادتك الحامية العسكرية ومن حكام الأقاليم. كل ده كان السبب. يبقى سياسة أدوات التبعية العثمانية.